العروسة بسنت والعريس عمرو. الله 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 140,000 مرة. الحقيقة الجوازة تمت بمهر 1 جنيه، ما كانش فيه أي تعقيدات، ما كانش فيه أي تعقيدات في الجوازة، وكانت ماشية زي الفل. بس كان في الأسرة أمها والعيلة يعني تقول إزاي، فهي تقول لهم بحبه يا بابا، بحبه يا ماما، بحبه يا كل الناس، وتصرخ كده بأعلى الأصوات. ولكن عمرو ظل معها قلبا وقالبا، وظل يحتويها، وظلت هي زوجته. والجوازة دي خلي بالكم بقى هي الأولى في مصر اللي بيدفع فيها 1 جنيه المهر. ايه الحكاية والتفاصيل هنعرفها دلوقتي لما نروح للعروسين نعرض معاهم ومع حضراتكم القصة بما فيها. نبدأ بقى بالليديز، المثل يقول لك ليديز فيرست. نبدأ بقى بالليدي ونقول لها مساء الورد. عرفينا بنفسك الأول، ويعني ايه 1 جنيه؟ مساء الفل والنور. يعني 1 جنيه انا ما فهمش كده، اي واحده بتتجوز بهزر طبعا. لا يعني بتتجوز فاهمه طبعا. لا بس سايبه الموضوع على اهلها. ايوه انتوا بقى حطوا الرقم اللي انتوا عايزينه بقى، حطوا مقدريني بمليون، مقدريني ب5 مليون، مقدريني ب10 مليون، ب100,000 200,000، الله اكبر مين يزود. يعني الموضوع بقى فيه نوع من انا بعتبره نوع من الاستهزاء. ايه ده يعني ايه يعني زي مثلا زي اللي بيجوزوا بناتهم وهم مراهقين مثلا، ويجي الساري العربي يشتريها، والله لا ادفع فيها دينارين، والله لا ادفع فيها. انا معلش لو حد ركز في كلامي هيفهم المغزى اللي انا عايزه اقوله. هي مش مساله كام، هي بس والله ولولا ان المفروض بيتحط ارقام في المهر والمؤخر ما كنتش حطيت خالص. انا يعني ايه يعني احط مبلغ؟ طب انا على فكره شايفه نفسي مثلا اخر رقم في الحياه كام؟ بليون، تريليون. احط لنفسي بقى اللي انا عايزاه، انا حره. وانا هتقيم بالمال. انا شايفه ثمني اكتر. انا مش معلش مش بقدر بثمن. قصتك مع عمرو بدأت ازاي؟ احنا زملاء اتقابلنا في انتخابات. انا كنت نازله انتخابات الصحفيين، نقابه الصحفيين، وهو كذلك في 2017. هو كان متزوج للمعلومه، متزوج عنده ولدين، وانا ما كنتش في بالي خالص ان هو متزوج، فبالتالي مش في بالي ان انا ارتبط بواحد يعني طبعا طبيعي، يعني لا يمكن، يعني ده على جثتي زي ما بيقولوا، على راي فيلم احمد حلمي على جثتي ولا مش فاكره. المهم فانا بالنسبه لي كزميل. فالمهم لما جت كورونا في 2020 لقيته بيتصل بيا بسنت طبعا في مطبخ بسنت ماجد مع خبيره الطهي ايمان الشاذلي مامتي، كنا عاملين برنامج ظريف كده وكنا بنقدمه على اليوتيوب في ايام كورونا بقى، وكنا كده المهم لتعليم الطهي. فالمهم كان بيتصل بيا ويقعد يقول لي يا بسنت ايه ده انتوا اتعلمتوا ازاي؟ شويه في شويه. وهو على فكره ما كنتش واخده بالي ان انا كنت تقريبا يعني، وده اللي قاله لي ان انا كنت فتاه احلامه قبل زوجته على فكره، قبل طليقته هي الحاليه على فكره. يعني بيقول لي كنت بدور عليكي بس مش عارف، يعني نصيب بقى جه كده سبحان الله والتقينا بعد كده. فالمهم فبيقول لي انا كنت مبهور بيكي بصراحه من قبل وقت ما كنت حتى وانا مرتبط.